اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هيعجبكم. حبينا نخلي حبة ليمون بكل بساطة. هنشوف الليمون القمر المزبد الحاجة كده تحفة. طبعا عندنا المصريين بيحبوا الحوادق قوي، بيحبوا المخلل وسط الأكل، في فطار، في غدا، في عشاء. بنحب الحاجات الحادقة قوي. النهاردة هنعمل حبة ليمون حلوين كده بكل بساطة من غير عصفر، بحاجات بسيطة جدا من البيت. كمان تقدري تستغني عنها خالص، تقدري بمية وملح ومكون واحد بس تطلعي أحلى ليمون مزبد في الدنيا. يلا نشوف الليمون الجميل القمر ده عملناه ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولايك جميل منكم كده وتعليق حلو. قولولنا رأيكم في الليمون. هنسمي الله ونجيب الليمون بتاعنا اي كمية احنا عايزينها، هنسلقه وندلق المية بتاعته مش عايزينها طبعا. عايزين طبعا نقول لكم ان مية الليمون حلوة جدا لو ضفتيها على الصابون اللي انت بتغسلي بيه الاطباق بتاعتك، تمام؟ بيلمع جدا. معايا بقى الليمون بعد ما سلقته جبته وحطيته على جنب، وجبت معلقتين حبة بركة، ومعايا هنا نوع ملح حلو جدا. ملح خشن يا جماعة، ما بيبقاش متوفر في كل الأماكن. يعني فين وفين كده كل ما تلاقوه، يعني بيتجاب بالطلب. الملح ده حلو جدا جدا، اسألوا عليه، هاتوه وخللوا بيه واعملوا بيه الفسيخ كمان. بصوا بيطلع منكم الحاجة مظبوطة جدا، لا بيملحها قوي. تعرفي المقدار فيه سهل جدا، وكمان بتبقى ملح خشن. لما يدوب بقى بيبقى عطى الحدقان بتاعه مظبوط، تمام. ومعايا معلقتين شطة، الشطة اللي هي القرون الصغيرة جدا دي. ومعايا هنا كام قرن فلفل كده مقطعاهم، وخمس ست ليمونات، ليمون اخضر بقى مش مسلوق. هنحط كل حاجة بقى على بعض في بولة كده ونقلبهم. وهضيف عليهم ايه؟ عندي خل ومعلقتين زيت كبار. ماشي، الخل مش هنضيف غير زي نص كوباية بالظبط على البرطمانين اللي احنا هنستخدمهم. حبة الليمون دول كانوا يعني 2 كيلو الا 3 كيلو الا، تمام. نصلي على النبي بقى، وضفنا في بولة الليمون والفلفل المتقطع اللي هو عصير الليمون والقشر بتاعه برضو، والملح الخشن، وحبة البركة، وكم قرن شطة من اللي انتوا شايفينها دي. تمام يا ست الكل. هنصلي بقى على النبي ونقلبهم كده، ونجيب البرطمان بتاعنا اللي احنا طبعا اتعودنا وقلنا اي نوع مخلل لازم نعقم البطرمانات كويس، تمام. هنضيف بقى حبة الخل اللي قلت لكم عليهم ومعلقتين الزيت. شايفين حبة الخل من ربع كوباية لنص كوباية بس، تمام. ما تزودوش الخل يا جماعة لان بينعم الحاجة جدا، ومش كل المخللات بيتحط لها خل، ماشي. هنقول لكم فيما بعد ان شاء الله ايه النوع المخلل اللي مش بيتحط له خل علشان بينعم قوي. قلبناهم بقى كويس، ونجيب البرطمانات بتاعتنا، ومعايا ميه مغليه وسبتها لما تبرد، تمام. اي نوع مخلل اتعودي ان انت تغلي له الميه، كانت الميه كده تغليه وتحطيه على جنب، طبعا على حسب المقدار بتاعك. انا البرطمانين بتوعي دول مش هيشيلوا غير كاتل واحد. هنحط بقى حبة من الخلطة اللي احنا جهزناها ده، اللي هي حبة البركة والملح والشطة والليمون والخل والزيت والفلفل. هحط بقى في القاع كده بتاع البرطمان شوية، وارص بقى الليمون بتاعي. تمام يا ست الكل؟ لا طبعا مش تمام. ما تنسيش تعملي اللايك بتاعك الجميل وتقولي لنا رأيك في الكومنتات. بتعمليه بالطريقة دي ولا ليكي طريقة تاني وحركات كده انت بتعمليها؟ تمام. طبعا كل ست بيت ليها حركات وتكات كده معينة في مطبخها، وبتطلع الحاجة منها حلوة قوي قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وبين ايدينا يا رب العالمين. خلاص ملينا البرطمان بتاعنا كويس جدا. هنحط برضو معلقتين كده من الخليط اللي احنا جهزناه، وبعد كده نزوده بالمية اللي احنا مجهزينها غاليينها وسايبينها لحد ما نغطيه كويس. وهنا يا جماعة عايزة اقول لكم حاجة، لما تيجي تقفلوا البرطمان بتاع المخلل، هاتوا اي كيس كده او اي حاجة بلاستيك، شنطة بلاستيك او كيسة، وحطوها على البرطمان الاول وبعد كده اقفلوه.
اقول لكم ليه، علشان تتاكدي مليون في الميه ان مش هيدخل له هوا، مش هيسرب، بتحافظي عليه، ما يعملش طبقه قشره معاكي، ما يغمقش معاكي. وطبعا انتوا شايفين اهو الليمون زي ما سلقناه ولونه اصفر جميل، برضو بعد ما تخلل فضل لونه اصفر وجميل. قسما بالله لونه مغمقش خالص خالص خالص. مقدار الملح بتاعنا مظبوط جدا. هقول لكم مقدار الملح قد ايه. لو هتضيفي لتر ميه حطي نص كوبايه ملح. تمام. انا البرطمانين دول خدوا حبه الملح اللي انتوا شفتوهم في الطبق، يعني كوبايه بالظبط، كوبايه ملح اللي هي الكوبايه الصغيره بتاعه الشاي اللي هي الصغيره العاديه. تمام يا ست الكل. ما تضيفيش اكتر من كده. خلاص بقى. ونزود الميه اللي احنا مجهزينها غاليينها وسايبينها تبرد. وقبل ما نقفل البرطمان زي ما قلت لكم تجيبي كيسه بلاستيك وتحطيها على البرطمان، وبعد كده تقفلي كويس بالغطا بتاع البرطمان وتحطيه بقى في المطبخ او في اي مكان. حتى لو حطيتيه في التلاجة مفيش مشاكل. بس انا بسيبهم في المطبخ كده، وبعد كده 3 ايام وبناكل منه. تمام. بعد 4 ايام بالظبط وريتكم الفيديو بعد ما خلص وبنقينا ناكل منه. وكمان لو تلاحظوا في نهاية الفيديو وفي اول الفيديو انا كنت عاملة برطمانين. طبعا انا نسيت اصور النتيجة، لان بدأنا ناكل منه كتير فكنا خلصنا برطمان، فافتكرت بقى قبل ما افتح البرطمان التاني ان انا ما صورت لكمش بقى النتيجة او بعد ما استوى. فقمت جايبة البرطمان بقى ووريته لكم. وبصراحة عايزة اقول لكم ان احسن مخلل يتاكل الليمون. انا عن نفسي بحب الليمون قوي قوي قوي، والجزر والفلفل المكسيكي، دول اكتر حاجة بحبهم مع الزيتون طبعا. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. متنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو منكم كده. طبعا انا سامعه ناس دلوقتي بيقولوا امال انت خليتي ايه من انواع المخلل؟ لا ناحيه المخلل فيه كتير قوي، في فلفل وبصل وحاجات كتيره قوي 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 من انواع المخلل. وطبعا الزيتون انواع والفلفل انواع كتيره قوي، بس انا بحب الفلفل المكسيكي. احلى نوع فلفل بالنسبه ليا، بحبه جدا. فاتمنى الفيديو بقى يعجبكم. ودي كانت النتيجه بتاعتنا. شايفين انا قطعتها لكم بايدي علشان اوريكم ان هو عامل زي الزبده. قسما بالله حلو جدا من غير اي فلاتر. يلا اسيبكم في رعايه الله.